غيرت اوضتي بالكامل يا جماعه، وغيرت الديكور بتاعها لانها كانت مزبله حرفيا. غيرت كل حاجه، تعالوا شاركوني هعمل ايه، وهغير كل تفصيله في الاوضه بجد، وهغير حاجات كتير، وهشيل حاجات من مكانها واحطها مكان تاني. انا كنت ناويه اصلا اعمل فلوج، هقول الكلام ده في الفيديو. كنت ناويه ان انا اعمل فلوج بس ما عملتش فلوج، وعملت بقى ايه، ان انا غيرت الاوضه بتاعتي 180 درجه حرفيا. صباح الخير يا جماعه، انا غيرت خطه النهارده. كنت ناويه ان انا اعمل فلوج بس قمت غيرت الأوضة كلها معاكم، وهتشوفوا كل حاجة دلوقتي. يلا بينا نبدأ ونشوف عملت ايه. اول حاجة طبعا غيرت ملاية السرير علشان ما كنتش غيرتها، فغيرتها كده. وشايفين المكتب كان متبهدل جدا، وشلت كل حاجة من الأوضة خرجتها برا، وفرشت سجادة تانية خالص. نقلت الكومودينو هنا جنب السرير عشان ما كانش جنبه، كان جنبه من الناحية التانية، وفرشت ده فوقه كمان. حطيت بقى حاجتي اللي بستخدمها هنا برضو حاجات بستخدمها. فده شكل الكومودينو كده جنب السرير اهو. تعالوا بس اوريكم حال المكتب بقى عامل ازاي، وشكله بقى عامل ازاي. شايفين ده الشكل بجد، ده شكله متكركب جدا. فانا بقى هنقله جوه الاوضه وهظبط الحاجات دي كلها، ويلا بينا. اول حاجه ده الكشاكيل كده، ودي كشاكيل كمان. انا طبعا صورت لكم فيديو المشتريات تبقوا شوفوه. دي برضو كتب وكشاكيل، شنطتي والمصحف والاقلام. بسم الله. كل الحاجات دي، ولسه في كمان حاجات على المكتب، ورق وآلات حاسبة وبوك وحاجات كتير كده. سنادة الأقلام اللي وقعت، دي كشاكيل برضو ولا كراريس، ودي مقلمة ولزق طبعا يا جماعة انا بجد تعبت اوي، تعبت بجد. شايفين لسه مرتبتش المكتب كمان، والكومودينو كده اتعمل. شايفين السرير رجع تاني بجد. انا غيرت الملاية بس الحاجات اللي عليه رجعت تاني، والسجادة طبعا اهي. غيرت الخطة هنا، بقت الحاجات اللي كانت على الكومودينو حطيتها هنا، والكومودينو حطيت عليها دي. تعالوا نشوف بقى نحط ايه على المكتب. اول حاجة هحط ستاند الاقلام، احطه هنا. تمام، يلا بينا نشوف الباقي. هاخد المصحف احطه هنا، هيبقى ده الشكل. دي بقى فيها حاجات تبع شغلي، وفيها ورق التودو ليست، وفيها حاجات كتير قوي، فهحطها ورا المصحف. تمام، شيل المصحف كده، وهحط دي هنا، وهحط المصحف فوق كده. تمام، قولولي برضو افكار، يعني مثلا لو مش عاجبكم حاجه قولولي اغيرها، او حاجه شكلها كده مش لطيف قولولي اغيرها برضو. طيب انا غيرت كده الخطه اصلا. حطيت دي كده، وحطيت المصحف هنا زي ما هو. حطيت كده بقى الكراريس اللي انا مستخدماها في الدروس هنا، واحط الكشكول ده فوق انا مستخدمه ده برضو. هحط بقى المقلمه والاله الحاسبه، هحطهم في بعض وهحطهم في جنب هنا. ولا اقول لكم انا مش هحطهم في بعض لاني بحتاج المقلمه كتير، مش هبقى فاضيه ان انا لسه هشيل بقى البتاع الاله الحاسبه بقى لا، فانا هحطهم كده. تمام، ونشوف الحاجه اللي بعد كده. لحظه بس نعدلها. النضاره واللزق بتاعي، احط النضاره هنا، واحط شريط اللزق هنا. فاضل طبعا كشاكيل هنا وهنا واقلام، مش هحطهم هنا علشان مش بحتاجهم، هعينهم في المكتب من تحت. هوريكم دلوقتي كل حاجه. حطيت الحاجه على الكومودينو كده تحت المكتب. لو بصينا من تحت كده هنلاقي كده مكان، فهحط فيه الكشاكيل برضو لاني مش محتاجه الحاجات دي دلوقتي خالص. تمام، احط الكشاكيل دي دلوقتي، ولما احتاجها هبقى اطلع الحاجه اللي انا محتاجاها. ودي مذكرات وكتب برضو هحطهم هنا. تمام، كل ده عشان نوفر مكان فوق. نسيت احط الاقلام فهحطها برضو تحت مع الحاجات اللي تحت اهي. الشنطه بتاعتي هحطها على المكتب، هي فيها حاجات هفضيها وتعالوا نشوف فيها ايه. انا فضيت الحاجه اللي في الشنطه، كان فيها كراريس وورق حطيتهم هنا، وفيها دول بقى فلوس واقلام. فرشت دي بقى على الكرسي، وعملت كورنر هنا بسيط كده علشان انا معظم الاوقات بحب اقعد على الارض، فهحط سجادة الصلاة على الكورنر ده بدل ما هي على الكرسي بالشكل ده.
طبعا في هنا هدوم كتير قوي كانت على الكرسي، هطبقها واعينها وتعالوا نشوفها هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتم شايفين كده غيرت اوضتي 180 درجة، ظبطت كل حاجة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. وعايزة اقول لكم كمان لو انتوا اوضتكم مش مترتبة او مش متنظمة، قوموا يلا اعملوها وما تكسلوش على الصبح كده. حرفيا انا بصور على الصبح ولسه ما فطرتش ولسه ما اخدتش الشاور بتاعي ولا عملت اي حاجة. انا قمت من النوم، رتبت اوضتي، غيرت ملاية، عملت كل حاجة. هفتح شباك الاوضه دلوقتي ويلا بينا. رتبت اوضتي، انا فرحانه بيها قوي، حاسه ان انا جددت شعور كده حلو قوي في حياتي بجد. هرش بقى المعطر ونشوف هنعمل ايه، عشان هناخد شاور بقى ونعمل سكين كير روتين ونعمل كل حاجه. جهزت طبعا بيجامه جديده. نحط بقى الحاجات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه هستخدم ده لشعري، وهستخدم ده بودي لوشن، ومرطب الشفايف ده تحفه. وبس كده، ده يكون فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني، وسلام.